عارف الجملة اللي قالها أينشتاين النهاردة مات نص العلم؟ الجملة دي قالها عن الدكتور علي مصطفى مشرفة، الراجل اللي اتلقب بأينشتاين العرب، واحد من أعظم العقول في تاريخ مصر الحديث. مات فجأة في ظروف غامضة جدا وساب وراه سؤال كبير، موته كان طبيعي ولا اتصفى لأنه كان قريب من أسرار الذرة؟ حتى أينشتاين نفسه اعترف وقال اليوم توفي نص العلم. أبرز إنجازاته اللي خلت العالم كله يبص له، حط الإثبات الرياضي لنظرية النسبية مع أينشتاين، وقدم أول بحث عن مقياس للفراغ، وفسر سر الإشعاع اللي بيطلع من الشمس، وابتكر نظرية الإشعاع والسرعة اللي عملت اسمه عالمي، ووضع أساس نظرية تفكك ذرة الهيدروجين، وعمل تعديلات ثورية في نظرية الكم، أرقام قياسية محدش قررها. أصغر واحد ياخد دكتوراه في فلسفة العلوم من كلية الملك في لندن، أول مصري ياخد دكتوراه في العلوم الساحقة، أصغر أستاذ جامعي في العالم، أصغر عميد لكلية العلوم، وكان الأول على مستوى مصر طول فترة دراسته. يعني باختصار أسطورة مصرية اتكتبت بحروف من نور، لكن للأسف التاريخ ما أنصفوش، والمناهج بتاعتنا ما ذكرتوش غير قليل جدا. والسؤال اللي لسه بيلف حوالين سيرته لحد النهارده، موته كان قدر ولا العالم ما استحملش عقل عبقري زي ده؟